اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم اسلام مندوق. النهارده جاي اعلمكم ازاي تغيروا معجون البروسيسور. اول حاجه هتعملها تفك الاربع مسامير بتوع الفان. الاربع مسامير بتوع الفان خلي بالك وانت بتفكهم لازم تفكهم بطريقه اكس عشان ما يحصلش اي مشاكل للمظهر. تاني حاجه تعملها وهي التنظيف مهم جدا انك تنظف البروسيسور كويس من كل اللي عليه، وخلي بالك حاجه تنزل على المظهر تنظفها برضو، وتنظف الفانه كويس والقطع اللي جوه في الفانه تنظف كل حاجه من المعجون القديم. وبعد كده تشتري معجون من اي حد بتاع كمبيوتر. في الوان كتير قوي للمعجون، بس المنتشر وارخصهم سعرا وهو المعجون الرصاصي. هتحطه ما فيهوش اي مشاكل وما تقلقش منه. المعجون ده كويس قوي، بيساعد على التبريد كويس. بعد ما تحطه انا بحب احطه على شكل اكس. في ناس بتحطه بدوائر، في ناس بتحطه باشكال كتير، بس انا بحطه بشكل اكس. ولما بتاخد السرنجة ديت كفاية قوي، يعني ما تحطش اكتر ولا اقل. طيب هل البروسيسور هيشتغل من غير معجون؟ ده سؤال مهم. لا، البروسيسور عادي ممكن يشتغل من غير معجون، بس التبريد بتاعه مش هيبقى احسن حاجة. يعني ممكن تحط معجون والتبريد الفانات عندك مش شغالة بشكل كويس او مش شغالة بشكل كفاءة، فالبروسيسور برضه حطيت له معجون وممكن يسخن منك. لو تبريد الكيسة كويس وتبريد البروسيسور كويس وحطيت معجون وكله تمام وبرضه البروسيسور درجة حرارته بتعلى، فده كده مشكلة في البروسيسور. طب لو الفانة بتاعت البروسيسور مش شغالة بكفاءة، احنا ممكن في الأول نجيب بلاور أو نجيب أي مكنسة بالكهرباء ونبدأ نشفط أو ننفخ الهواء بتاع الفانة بتاعت البروسيسور. عملت كل الاحترازات دي وبرضه الفانة مش شغالة بكفاءة، فانت لازم تغيرها عشان مفهوش هزار. البروسيسور مفهوش هزار. خلاص نضفنا كويس، حطينا المعجون بتاعنا، هنقفل الفانة بنفس الطريقة اللي فكيناها بيها عشان ما يحصلش برضو مشاكل في المظهر. انا كده وصلت لنهايه الفيديو. لو عندك اي سؤال اي استفسار يا ريت تسيبولي في كومنت تحت. عندك استشاره، عندك اي حاجه، عندك اي مشاكل، يا ريت تقولها لي برضو في كومنت تحت، هرد عليك على طول. اعمل لايك سبسكرايب. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، واحب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.